قاعة الصلاة إن شاء الله فيفري 2016 تكون تعطات لنا مغطاة، والإسمنت المسلح كل شيء منتهي فيها. تازم باللي إن شاء الله في سبتمبر 2016 نستلموا المسجد إن شاء الله. إذن قاعة الصلاة لثالث مسجد في العالم ستكون جاهزة في نهاية شهر فيفري من سنة 2016، وستسلم مفاتيح هذا الصرح الديني والتاريخي في سبتمبر من نفس السنة. هي 6 أشهر فقط تفصل عن تحول ضفاف الواجهة البحرية من مدخل العاصمة الجزائرية إلى مجمع يضم في أروقته قاعات وفضاءات ستحتضن الدارسين والمتفقهين والباحثين في علوم الشريعة الإسلامية في كتاب الله القرآن الكريم، وفي منظره الذي سيضاهي ناطحات السحاب وسيسمع العالم صوت المؤذن في الصلوات الخمس. تبون أبدى رضاه إزاء وتيرة إنجاز المسجد الذي لن تتأثر أشغاله أو الميزانية المرصودة لها بتراجع قيمة الدينار والأزمة الاقتصادية أيضا، والذي سيحمل حسب المسؤول الأول على قطاع السكن بصمة جزائرية في مواد تجهيده وفي زخرفته. أنا راضي كل الرضا، والأمور اللي كانت ماهاش متوضحة في البداية هذه تقريبا 6 شهور 7 شهور توضحت كثير. دروك اليوم المشروع راه يمشي بصفة عادية وبالسرعة اللي كنا نتمناها. في كل زيارة رانا نستدرك ما يقارب شهر أو أكثر من شهر تاع تأخر. هو الصرح الديني والتاريخي والحضاري الذي سيبصم الدرجة الثالثة عالميا للجزائر، هو المجمع الفقهي الذي سينهل منها الشباب المتعطش لتدارس وتفقه العلم الشرعي، هو الإنجاز التاريخي الذي تترقبه الحناجر، وهو المنارة الجديدة لحوض الأبيض المتوسط الذي ستحفه ملائكة التهليل والتكبير. فهل سيكون تبون في مستوى التحدي وينجزه في سبتمبر القادم يا ترى؟